yes, that I felt betrayed. People should listen it through. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. الدون كريستيانو رونالدو بيصدم الجميع وبيخرج عن صمته بتصريحات نارية وتصريحات غريبة جدا وصادمة أكيد لكل عشاق مانشستر يونايتد بالتحديد وكل عشاق كرة القدم. كريستيانو رونالدو نصا بيقول: شعرت بالخيانة وحسيت بالخيانة من المدرب ومن بعض اللاعبين ومن بعض العاملين في مانشستر. حسيت بالخيانة من مانشستر، وفي نفس الوقت مدرب الفريق ما بحترموش عشان هو ما بيحترمنيش، فبالتالي ما فيش حد يعني ما بيحترمنيش، فبالتالي مش هحترمه. الامور يعني ببساطة واضحة جدا. كريستيانو بيعلن رحيله بطريقة غير مباشرة عن مانشستر. اعتقد بعد التصريحات دي خلاص الامور حسمت. كريستيانو رونالدو خارج مانشستر في انتقالات يناير اللي جاية ان شاء الله. الله اعلم هتكون وجهته فين. انا واحد من الناس صعبان عليا نجم كبير جدا بعطاءاته لكرة القدم بحجم كريستيانو رونالدو يحصل معاه اللي بيحصل ده واللي حصل في مانشستر يونايتد. مدرب وطريقة تعامله مع كريستيانو اللي مفيش يعني التقدير الكافي لكريستيانو مش موجود بالنسبة للمدرب وبالنسبة للنادي. بيقول كمان ان بعد رحيل سير أليكس فيرجسون النادي ما اتطورش، النادي مش احسن حاجة، النادي ما بيبصش لقدام. احنا في عام 22 ودلوقتي مفيش اي حاجة تدل ان النادي بيتطور. في بعض الخونة في مانشستر وانا مش حابب حاجة زي كده. تصريحات صادمة وفي وقت غريب جدا قبل كاس العالم. يا ترى وجهة كريستيانو رونالدو اللي جاية هتكون فين بعد كاس العالم؟ الله اعلم. ده اللي هنشوفه ان شاء الله مع بعض باذن الله.